انت غالبا حكمت على حد من شكله قبل كده وكنت فاكر ان انت صح. بس الحقيقة ان اللحظة دي تحديدا كانت اكبر غلطة. الحلقة دي بتبتدي بشخص شكله غريب مختلف. اول ما بيظهر قدام اي حد رد الفعل بيبقى واحد، بيبقى رفض. مفيش محاولة فهم، مفيش سؤال، مفيش حتى ثانية تفكير، مجرد إن شكله مش مريح. يبقى أكيد في حاجة غلط. والموضوع مش خاص بالشخص ده بس، ده إحنا كلنا بنعمل كده. مخنا بيحب الطريق السريع، بيشوف شكل يربطه بحاجة يطلع حكم وخلاص. شكله غريب يبقى خطر، شكله مريح يبقى آمن، مع إن مفيش أي دليل حقيقي على ده. مخك مش بيحاول يفهم، مخك بيحاول يوفر وقت، فبيستخدم أسهل حل، إن هو يحكم بسرعة. بس السرعة دي بتخليك تغلط أكتر ما بتخليك تصحح. واللي بيحصل بعد كده هو المهم. الشخص ده بيوصل لبيت يوستس أول ما بيشوفه بيرفضه بشكل مباشر. مش بس بيرفضه، ده بيشتمه وبيقلل منه كأنه مش بني آدم أصلا. بس كل ده ليه؟ عشان شكله بس. في نفس الوقت كوريجي بيعمل حاجة مختلفة، بيقرب منه، بيحاول يفهمه وبيتعامل معاه عادي. مفيش حكم مسبق، مفيش خوف مبالغ فيه، هو بس قبول بسيط. وهنا الفرق بيظهر. ليه واحد يشوف شخص ويشوف فيه خطر، وواحد تاني يشوف نفس الشخص ويشوفه عادي؟ كده المشكلة مش في الشخص ذات نفسه، المشكلة في الناس اللي بتشوفه. انت مش بتشوف الناس زي ما هما، انت بتشوف الناس زي ما دماغك عايزة تشوفهم. وده فرق كبير. انت كده مش بتفهم الحقيقة، انت كده بتفهم تصورك عنها. يوستس مش شايف غير الحاجة اللي تخليه يحس ان هو احسن من غيره. اي حاجة مختلفة عنه بيهاجمها، مش لانه فاهمها لكن لانه مش عايز يفهمها اصلا. لكن كوريجي مش محتاج يثبت حاجة، عشان كده هو مش محتاج يهاجم حد. وده بيفتح سؤال مهم: ليه احنا بقينا نربط الشكل بالحقيقة؟ ليه احنا لما نشوف حد غريب نقول عليه ان هو وحش او شرير او مريض او في حاجة غلط يعني؟ المشكلة ان احنا اتعودنا على كده، بقينا بنصدق ان الشكل بيعبر عن الجوهر، مع ان الواقع بيقول عكس كده. المظاهر بتتغير مع الوقت، مع العمر، لكن الشخصية، الروح، الطريقة اللي انت بتتعامل بيها مع الناس دي اللي بتفضل. يعني الحاجة اللي انت بنيت عليها حكمك هي اصلا مش ثابتة، فازاي حاجة متغيرة تحدد حاجة ثابتة زي شخصية الانسان؟ وفي النص ده كله الشخص الغريب ده مش بيعمل حاجة غير ان هو يحاول يتعامل، بيحاول يقرب، بيدور على حد يتقبله، مش عشان هو ضعيف لكن عشان دي طبيعة الانسان. بس في فرق كبير، ان انت تبقى محتاج قبول وان انت تبني قيمتك كلها عليها. وده اللي احنا هنشوفه بوضوح اكتر بعد كده. ميوريال بتعزم الشخص ده على الفطار، ويسس بيتخض من وجوده بعد ما طرده وقال له انا مش عايزك تيجي هنا تاني، وبيبتدي يهينه حرفيا وبيتريق عليه وعلى شكله وبيقول له قد ايه هو قبيح. بس الشخص الغريب ده عمره ما رد الاهانة بالاهانة. كل مرة يوسس يشتمه كوريج بيطلع له ورقة من تحت الديسك يقول له فيها قول له ان انت شجاع، قول له ان انت كويس، قول له ان انت محترم، وما يردش عليه الاساءة بنفس الاساءة. فبيفضل هادي، مش ضعف لكن اختيار، لانه فاهم ان الرد بنفس الطريقة مش هيغير حاجة، بالعكس هيخليه شبهه. وهنا بيظهر الفرق الحقيقي بين الاتنين. يوسف شايف نفسه الصح طول الوقت، شايف ان المشكلة في كل اللي حواليه، لكن الحقيقة انه مش قادر يبص لنفسه، بيهرب من عيوبه فيرميها على غيره. الشخص الغريب رغم كل اللي بيتقاله لسه محافظ على هدوءه، وده مش سهل، لان اسهل حاجة في الدنيا ان انت ترد وتهاجم وتنتقم، لكن الأصعب إن أنت تتحكم في نفسك لحد اللحظة اللي كل حاجة بتتجمع فيها. كوريج والهانش باك قاعدين بيلعبوا بالجراس عشان يعملوا عرض لميوريال، بس الهانش باك لابس جاكيت بتاع يوستس بيعرف وبيطلع لهم فوق وبيهزقوا وبيمسك كوريج وبيلومه وبيشتمه هو كمان. لو كوريج بيقول له يا عم انا مالي، يا عم انا عملت ايه؟ لما يوستس بيتمادى وبيزودها الشخص الغريب بيقول له تحب تشوف الحاجة القبيحة بجد؟ وبيوريه نفسه. المشهد ده بسيط جدا بس معناه تقيل. القبح الحقيقي مش في الشكل، هي في الطريقة اللي بتتعامل بيها مع الناس، في الكره، في التقليل، في انك تشوف نفسك احسن من غيرك بدون اي سبب. يوسف طول الوقت كان شايف ان الشخص الغريب
قبيح، لكن لما تواجه بالحقيقة ما استحملش، لأنه أول مرة يشوف نفسه بجد. وده اللي بيحصل مع ناس كتير، بدل ما يواجهوا نفسهم بيفضلوا يهاجموا غيرهم. أسهل بكتير إن أنت تقول المشكلة فيهم من إنك تعترف إن المشكلة فيك. القبح مش شكل، القبح طريقة تعامل. ممكن تبقى جميل شكلا بس كل تصرفاتك مؤذية. ممكن تبقى غريب شكلا بس أأمن إنسان في حياة حد، فأنت بتقيس غلط من الأساس. وفي الآخر الشخص الغريب ده بيمشي مش لأنه خسر، بالعكس هو كسب لأنه فضل زي ما هو، مش محتاج يثبت لحد حاجة. بس قبل ما يمشي بيشكر كوريجي وميوريال وبيقوله إن نفسه يلاقي ناس زيهم تاني. وهنا بنرجع للسؤال الأول، هو ليه كان بيدور على حد يتقبله؟ الإنسان بطبيعته محتاج يحس إن هو مقبول، محتاج يحس إن في حد شايفه من جوه مش من بره. بس المشكلة بتحصل لما تربط قيمتك برأي الناس. ساعتها أي حد يقدر يتحكم فيك، يرفعك، يكسرك بكلمة واحدة بس. وساعتها بتبقى مش عايش لنفسك، ساعتها انت بتبقى عايش لعيونهم. الفكرة إنك طول ما انت بتجري ورا إن الناس تقبلك عمرك ما هتحس إن انت كفاية، لأن دايما في حد هيشوفك ناقص. وفي النهاية الفكرة أبسط من كل ده. المشكلة مش في شكلك ولا في اختلافك، المشكلة إنك مصدق رأي الناس. هم الناس ذات نفسهم مش فاهمين أي حاجة أصلا. لو انت فهمت النقطة دي هتفرق معاك كل حاجة.